وزوجة الكاهن أو بناته. عايز تعرف ازاي تقولها زي المصريين القدماء وتركب كلماتها بنفسك؟ يلا بينا. عارفين ان المصري القديم لما كان في الكلام بيحب ينسب حاجة لحد زي زوجة الكاهن او بناته، كان عنده طريقة ذكية جدا شبه اللي موجودة في اللغة العربية اللي هي الإضافة. والإضافة ببساطة هي نسبة اسم إلى اسم تاني، بيسمى الأول مضاف والتاني مضاف إليه. وزوجة الكاهن أو بناته هو تركيب نحوي بيعرف بالإضافة جينيتيف، وإضافة مباشرة كمان دايركت جينيتيف، بمعنى إن الكلمتين جم ورا بعض من غير أي فاصل ما بينهم، سواء كان اسم وجه وراه الاسم التاني على طول زي زوجة الكاهن، أو اسم وجه وراه الضمير على طول من غير أي فاصل زي كلمة بناته. كده هيكونوا إضافة مباشرة لأن ما كانش فيه فاصل ما بين الكلمتين، يعني ما جاش أي كلمة في النص بتفصل ما بينهم. وزوجة الكاهن عند المصري القديم حمت وعب. حمت وعب، زوجة اللي هي المضاف يعني حمت، والكاهن اللي هو المضاف إليه يعني وعب. وكاهن الوعب ده هو الكاهن المطهر، الكاهن المسؤول عن أعمال التطهير والنظافة في المعبد، كان بيطلق عليه وعب. وهنقرأ حروفهم من الشمال لليمين. أول كلمة هي حمت، زوجة. زي ما احنا عارفين إن كل علامات المصري القديم كانت مأخوذة من الطبيعة بتاعته، فأول علامة بتمثل في الطبيعة بئر ممتلئ بالماء. وكان عند المصري القديم علامة صوتية ثنائية، يعني علامة ادالها صوتين بيخرج في نطقها صوتين هما صوت حم، يعني العلامة دي بتنطق حم وبتمثل في الطبيعة بئر ممتلئ بالماء. العلامة التانية رسم رغيف خبز بيعبر عن حرف التاء، يعني خرج منه صوت واحد هو التاء. العلامة التالتة مخصص، يعني علامة بتيجي في آخر الكلمة بتساعد في تحديد معناها ولا تنطق، وهنا الكلمة بتخص سيدة، لذلك المخصص جه بيمثل في الطبيعة امرأة جالسة. والكلمة التانية الكاهن المطهر وعب. العلامة الأولى بتمثل إناء نازل منه مية بيعلو ساق وقدم إنسان، يعني علامة ساق بتحمل إناء للتطهير، ودي علامة تصويرية بمعنى علامة مرسومة بتدل وتقصد نفس الشيء المرسوم، وكانت العلامة دي بتنطق وعب. والثلاث علامات اللي وراها واللي شبه بعض جايين هنا كمخصص لا ينطق، وبيمثل في الطبيعة أمواج مياه، وجابهم عشان هو كاهن مطهر وبيستخدم في شغله في التطهير الماء، لذلك المخصص بيساهم في تحديد معنى الكلمة. وآخر علامة برضو مخصص بتمثل في الطبيعة رجل جالس، ودي كانت ببساطة كلمة زوجة الكاهن، أو نقول بقى حمت وعب، وتفتكر إنها كتعبير نحوي بتعبر عن الإضافة المباشرة direct genitive. والكلمة التانية بناته صوتف. صوتف، صوت المضاف يعني بنات، وضمير الفاء عند المصري القديم هو المضاف إليه، والمساوي لضمير الهاء في العربية ضمير متصل للغائب المفرد المذكر هو، أي بنات هو بناته. وهنقرأ علامات كتابتهم من الشمال لليمين. أول علامة بتمثل في الطبيعة بطة، وهي علامة صوتية ثنائية يعني بيخرج منها صوتين وتنطق صا. تاني علامة رغيف الخبز حرف التاء. والثلاث علامات اللي جنب بعض بيمثلوا سيدة جالسة، وهم هنا مخصص لا ينطق جاي بيوضح المعنى، ورسموا 3 مرات عشان يوضح لي ان الكلمة جمع مش بنت واحدة، لا دول بنات، ودي طريقة قديمة من طرق المصري القديم للتعبير عن الجمع. والعلامة الأخيرة اللي هي الضمير المتصل فيه هو حرف الفاء، واللي رسمه المصري القديم بثعبان له قرنين، يبقى الثعبان اللي له قرنين بينطق فيه. تبقى الجملة زوجة الكاهن بناته حمت وعب صوتف. ودلوقتي جينا لسؤال الحلقة، حمت وعب. قلنا إن أول علامة في كلمة حمت هي رمز من الطبيعة عند المصري القديم، يا ترى كان إيه؟ اكتبوا لي الإجابة في التعليقات، وطبعا ممنوع الغش. كانت معكم سالي أحمد، حافظوا على آثاركم تحموا تاريخكم، بتمنى لكم هيرو نفر.